اهلا، ازيكم؟ وحشتوني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده بجد انا عندي طاقه رغي مش طبيعيه. كنت بصور لكم حلقه دلوقتي فيديو يعني عن نصايح، شويه نصايح للبنات. وكان في نصيحه منهم ان انتي عادي تغيري رايك. يعني ايه عادي تغيري رايك؟ انا بصراحه النقطه دي في الفيديو معرفتش ارغي فيه لانه كان فيديو نصايح، فانا قلت ان النصيحه دي بالذات انا لازم اعمل عنها بودكاست. يعني ايه عادي الاراء والشخصيات بتتغير؟ انا زمان كنت لما ببقى معتقدة اعتقاد عندي او مثلا عندي رأي في حاجة، بفضل متمسكة برأيي بشكل مش طبيعي، وبفضل متمسكة بالاعتقاد اللي عندي مهما حصل. مهما جه شخص قال لي اللي انتي بتعمليه ده غلط، مهما الشخص جه قال لي اللي انتي معتقداه ده غلط، الافكار اللي انتي متبنياها دي غلط. تعرفي، انا جيت في وقت كنت ببقى عارفة ان الحاجة دي غلط، او الاعتقاد او الفكرة اللي في دماغي دي غلط، وبرضو مش برضو اغيرها. ليه بقى؟ هقول لكم. لان كنت ببقى مقتنعة اقتناع تام ان انا لو غيرت رأيي الناس هتقولي ايه ده، انتي متناقضة جدا، ما انتي من لسه امبارح كنتي بتقولي كذا كذا، ايه ده غيرتي رأيك فجأة، ايه ده. الناس دي في منها كتير في حياتنا. وانا كنت صغيرة شوية ومكانش عندي قوي ثقة في نفسي، فكنت بخاف جدا من الطريقة دي، وما كنتش بعرف ارد عليها، فكنت خلاص بتجنبها ان انا مش هغير رأيي ولا معتقداتي. بس عايزة اقولك على حاجة، انا لما كبرت اكتشفت ان احنا عادي نغير رأينا، عادي شخصيتنا تتغير، عادي معتقداتنا وافكارنا تتغير. بل بالعكس، اللي مش عادي هو ان احنا ما نتغيرش. مين دلوقتي ما بيتغيرش؟ انا مثلا لو كنت زمان معتقدة ان انا ما ينفعش ان انا اغير رأيي، جيت كبرت واكتشفت ان لا، عادي اغير رأيي. عادي ان انتي تيجي النهاردة تلاقيني مثلا شخص بيشتم، تيجي مش هقولك بكرة، تيجي بعد ساعة تلاقيني بقول ان لا، الشتيمة مش عادي، وان احنا ما ينفعش نشتم. ما تجيش تقولي لي ولا تستغربيني، ما تجيش تقولي لي انت ازاي انت بتقولي كده وانت لسه من ساعه كنت بتشتمي، ولا تفكري ان انت تستغربي ليه. لان ممكن انا في الساعه دي حصلت حاجه خلتني احس انه لا، مش صح ان احنا نشتم. فقررت ان خلاص انا مش عايزه اشتم تاني، وانا معترفه ان هي غلط، وحتى لو انا بعمل الحاجه انا ببقى معترفه ان هي غلط. ده بيخليني انا ابقى اوكي، عادي اتغير. ولو جه حد قال لي انه انت ايه ده، انت ايه التناقض ده، انت امبارح كنت بتعملي، ما انت امبارح كنت بتسوي، كل دول اعمليهم كل دول اعمليهم كنسل من حياتك. لانه احنا ما ينفعش نفضل بافكارنا ومعتقداتنا وتفكيرنا وكل حاجه فينا لحد ما نكبر. ازاي يا بيبي؟ بصي، انت لما بتكوني صغيره تفكيرك بيبقى قد كده، اوكي. لما تيجي مثلا تكبري، تقري شوية وتروحي الكلية شوية، تبدأي تشوفي مثلا انه البنت دي مثلا كانت بتتكلم على البنات زمايلكم معاكي، بس البنت دي جت في وقت من الاوقات حصل لها حاجة خلتها تتعلم ان ما هي ما ينفعش تتكلم على البنات، فجت في قعدة وقالت لا يا جماعة لو سمحتوا محدش يتكلم على حد، ولو هتتكلموا على البنات انا همشي. ما عادي، ما تستغربيهاش. بالعكس، لما يجي حد يتغير قدامكم او انتوا تفكروا تتغيروا للأحسن، سقفوا لنفسكم، سقفوا للناس دي، لان ده الصح. احنا لازم نكون متفتحين طول الوقت على التغيير، التغيير الايجابي والصحي مش اكتر. مثلا ناخد مثال ان بنت مثلا سافرت عاشت برا مصر، اوكي. هي مسافرة بافكارها ومعتقداتها اللي عندها، سافرت وشافت ان في معتقد او فكرة من الافكار اللي عندها غلط ومش صح، وشافت ان الناس مثلا لا بتتعامل عادي في الحتة دي، فبدأت تغير رأيها.
او تغير فكرتها فيما هو اطار الحلال والحاجة اللي مش عيب بالنسبة لنا احنا كمجتمع عربي. ورجعت مصر وبدأت تتعامل على ان الشيء ده عادي. اوكي، زي ما قلنا ده حلال واطار الدين وكل حاجة. بس هي اكتشفت ان دي غلط خلاص يعني، او هي دي مش صح، فقررت ان هي في دماغها خلاص انا مش هعمل كده تاني، او انا مش هفكر بالطريقه دي تاني عادي. متضايقيش بقى لو حد جه قالك انت اتغيرتي قوي عن زمان، عادي. يعني انا اهو مش بزعل لما حد يجي يقولي اتغيرتي عن زمان، بالعكس انا بفرح، لان انا اشتغلت على تغييري ده. بالعكس مش صح ابدا ان انت تكون عارفني من 3 4 سنين وتيجي دلوقتي تكلمني على ان انا نفس الشخص اللي كان من 3 4 سنين. لا طبعا، لا طبعا. انت لو انت عارفني مثلا او انت عارفاني من سنة، جيتي كلمتيني دلوقتي، انا شخص تاني. انا كل سنة شخص تاني، انا مش كل سنة، انا كل ساعة شخص تاني. كل شوية افكاري بتتغير، بكتسب خبرات من هنا، بكتسب اراء من هنا، بكتسب افكار من هنا فيما هو مناسب ليا ولحياتي والمحيط. طالما كل ده، كل اللي انا بكتسبه، كل الحاجات الجديدة اللي انا بتعلمها وبتتغير في شخصيتي وبتتغير في تفكيري وفي ارائي وفي المايند بتاعتي، اوكي اوكي، ده عادي. انا بتبسط لما حد يقول لي انت اتغيرتي. فما تزعليش لو حد جه قال لك انت اتغيرتي، لان انا بنات صحابي بجد بيزعلوا جدا ويتضايقوا لما حد يقول لها انت اتغيرتي. اللي هو هي بتبقى شايفه انه لا انا ما ينفعش اتغير، لا انا لازم افضل على نفس الشخصيه، لا الناس عرفتني كده يبقى الناس لازم تفضل. لا لا. فلا، انا اتغيرت، انا اتغيرت وببقى فخوره ان انا اتغيرت، فخوره بكل حاجه انا اتغيرت فيها. وعايزاكم تكونوا برضو فخورين بتغييركم. عايزاكي خليكي فخوره بتغييرك. انا اتغيرت، اوكي انا اتغيرت عشان انا اشتغلت على ان انا ابقى شخص تاني، ان انا اتغير. دي حاجه حلوه مش حاجه وحشه. المهم ان التغيير يكون في اطار المناسب بالنسبه لك وبالنسبه لمحيطك، بالنسبه للبيئه اللي انت عايشه فيها، وفي نفس الوقت يكون مش حاجه حرام يعني. وبس. حلقه البودكاست دي انا قلت لكم انا كان عندي طاقه رغي وطلعتها، بس انا كده تمام قوي. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله وبودكاست جديد، وان شاء الله البودكاست ده يكون عجبكم، وان شاء الله لحد ما الحلقه دي تنزل اكون اخترت اسم للبودكاست بجد بقى. خلاص انف يعني، انا لسه لحد دلوقتي ما اخترتش اسم. باي باي.